ها نحن قد وصلنا للمحطة الأخيرة لقطر 22 والمونديال وتجمع العرب والعالم في الشرق الأوسط في أول مرة في تاريخ كأس العالم. والنهاردة مع سلسلة العرب في المونديال، والبداية مع أسود الأطلس المنتخب المغربي. واليوم هنحكي عن منتخب المغربي وأسود الأطلس والتاريخ، ومرورا بكأس الأمم الأفريقية ولغاية المونديال والمشاركات المونديالية. تأسس المنتخب المغربي الملقب بأسود الأطلس وأسود الأطلس الذين لا يخشون أحد، تأسس سنة 1957 وسمي الاتحاد المغربي، وبعد كده أطلق عليه الجامعة الملكية المغربية، وانضم للاتحاد الأفريقي بعدها بسنة، وخد التأسيس الأكبر 1959 وشارك في أول مباراة دولية قدام منتخب العراق، وخلصت المباراة 3-3 سنة 1957. وبعد كده توالت المشاركات للمنتخب المغربي، ويعتبر المنتخب المغربي من ضمن أكثر المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ب 15 مشاركة. كانت من أوائل الإنجازات اللي موجودة سنة 1976 في أثيوبيا لما فاز باللقب وأحرز لقب كأس الأمم الأفريقية بطلا لأفريقيا سنة 1976. وتوالت المشاركات بعد كده الخاصة بالمنتخب المغربي إن كان في البطولات الأفريقية أو كأس الأمم الأفريقية، المونديال، المباريات الودية. وفي لاعيبة كتير قدموا مستويات عالية مع المنتخب المغربي وبرزوا وظهروا بشكل كبير جدا مع المنتخب المغربي في الفترات الكبيرة اللي فاتت من يوم تأسيسه لحد دلوقتي. من ضمن أبرز اللاعبين اللي موجودين على مدى التاريخ زي تألق أحمد فراس، الهداف التاريخي لأسود الأطلس ب 42 هدف، اللي خد جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب أفريقي بعد البطولة المميزة اللي قدموها في اثيوبيا وفازوا باللقب. بادو الزاكي من ضمن أبرز اللاعبين اللي موجودين، أكتر من لاعب ظهروا مع المنتخب المغربي. وبعد كده ظهر نور الدين نايبت اللي ضرب الرقم القياسي في المشاركات الدولية مع المنتخب المغربي ب 115 مشاركة. وفي بداية الجيل الألفينيات وبدأ الجيل الأحدث ظهر لاعبين مميزين زي مروان الشماخ مهاجم نادي أرسنال، زي مهدي بن عطية المدافع القوي، مبارك بوسوفة، ولاعيبة كتير جدا، لغاية ما خدتنا الرحلة للاعيبة جديدة الحديثة حاليا في المنتخب المغربي زي أشرف حكيمي، منير الحدادي، يوسف النصيري، ياسين بونو. في لعيبه كتير مميزه هي اللي هتشكل الهيكل الاساسي لمنتخب المغربي الفتره اللي جايه في كاس العالم. وفي برضو ابرز المدربين اللي شاركوا في انجازات مع المنتخب المغربي كان مادريسكو المدرب الروماني، ومرورا بهنري ميشيل المدرب الفرنسي الراحل في كاس الامم الافريقيه، لاخيرا المدرب الفرنسي هيرفي رينار اللي شارك معهم في كأس العالم 2018 مع المنتخب المغربي، وكانوا بيقدموا مستوى طيب جدا في كأس العالم. أما بالنسبة للمشاركات المونديالية فالمنتخب المغربي يعتبر من أكثر المنتخبات المشاركة بتساوي مع السعودية في المونديال ب6 مشاركات، اللي هتبقى الستة في مونديال قطر، يعني 5 و6 في مونديال قطر، يبقى 6 مشاركات مع المنتخب السعودي او التساوي مع المنتخب السعودي. البدايه كانت اول مشاركه بدا فيها المنتخب المغربي كانت في بطوله كاس العالم في المكسيك 1970، وكانت بطوله ما كانتش مميزه، كانت خيبه للامال لانه خسر اول ماتشين وتعادل الثالث مع بلغاريا 1-1 وطلع من دور المجموعات. ولكن بعد 16 سنه وتحديدا في المكسيك 1986 قدر المنتخب المغربي يتصدر المجموعة ويصبح أول فريق عربي وأفريقي يتصدر مجموعته. قدر يفوز على البرتغال 3-1 ويتعادل مع انجلترا وبولندا بدون أهداف عشان يصعد على قمة المجموعة، وبعدين يقابل ألمانيا ويخسر 1-0 ويطلع من دور 16. وكان مونديال 94 في الولايات المتحدة كان أسوأ مونديال وأسوأ سنة للمنتخب المغربي، لأنه تلقى 3 هزايم وخرج من دور المجموعات بدون ولا مكسب، بصفر نقط، وطلع من دور المجموعة. ولكن في 98 برضو كان سيناريو مأساوي، والسيناريو كان صعب جدا لأن كان في فرصة انه يتأهل لدور 16، ولكن لآخر مباراة قدر النرويج يفوز على البرازيل، وفوز النرويج ساعتها على البرازيل كان يأهل النرويج والبرازيل ويطلع المغرب بره الحسبة خالص، وده اللي حصل في 98. وفي كأس العالم روسيا 2018 كانت سيناريو أيضا سيء بالنسبة
للمنتخب المغربي لانه وقع في مجموعه قويه فيها ايران، البرتغال، واسبانيا. خسر من ايران وخسر من البرتغال وتعادل مع اسبانيا 2-2 وطلع من دور المجموعات، وخسر من ايران وخسر من البرتغال وتعادل مع اسبانيا 2-2 ليخرج بنقطه واحده من دور المجموعات. ودي كانت اخر مونديال طبعا يشارك فيه المنتخب المغربي، ومنتظرين مشاركته في قطر 2022. المدرب الحالي المدرب وليد الركراكي اللي مسك منتخب مغربي مؤخرا بعد الرحيل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. والركراكي ملوش طبعا سي في قوي جدا في التدريب بالنسبه للمنتخبات، ولكن الانجاز اللي عمله مع نادي الوداد باحراز دوري ابطال افريقيا ده اللي تقل كفته انه ينضم للجهاز الفني للمنتخب ويمسك المنتخب. وعنده انجازات طبعا مع الانديه اللي دربها زي الفتح الرباطي، ابرز الانديه الموجوده في الدوري المغربي. ويعتمد الركراكي على بعض اللعيبه وحاطط امير كبير على اللعيبه المميزين في المنتخب المغربي اللي انا قلت عليهم، زي اشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، حكيم زياش لاعب تشيلسي، يوسف النصيري، منير الحدادي، ياسين بونو، ولاعيبه كتير جدا مميزه في المنتخب المغربي. وانا من الناس اللي عاشقه المنتخب المغربي اصلا، عاشق لستايل لعبه، طريقته، اسلوبه، اللعيبه الموجوده، النجوم الموجودين. بصراحه يعني حاجه تشرف، ان كان حاجه تشرف بره، ان كان في الدوريات الاوروبيه ولا ان كان في كاس العالم اللي هنشوف يعني مباريات كبيره جدا بيقدمها المنتخب المغربي. طبعا مجموعه المنتخب المغربي في كاس العالم مكونه من المغرب، بلجيكا، كرواتيا، وكندا. المجموعه صعبه غريبه فيها مدارس مختلفه، كندا المدرسه الامريكا الشماليه، كرواتيا وبلجيكا المدرسه الاوروبيه، وانت المدرسه الافريقيه. في تشابك طريقه اللعب، كل منتخب بيلعب بطريقه لعب مختلفه، كل منتخب عنده نجوم بتعليه في مدارس مختلفه. زي ما انا قلت، عندك لازم تبقى محضر كويس جدا للمنتخبات دي، خصوصا بلجيكا وكرواتيا، مش هقول كندا، خصوصا بلجيكا وكرواتيا. بلجيكا اللي فيها ابرز نجوم العالم تقريبا حاليا، دي برويني وما شابه وزملائه. كرواتيا مودريتش وبريزيتش وابرز اللعيبه اللي موجوده برضو. كندا في 2-3 لعيبه هم اللي واقف عليهم المنتخب وبرضو بيأدوا في الدوريات الاوروبيه ومحترفين في اوروبا. دي كانت تاريخ اسود الاطلس من تأسيسه لمشاركاته مع المونديال لاخر مونديال في قطر. مستنين نشوف ايه اللي هيحصل في المونديال القطري، وبشجع المغرب ان شاء الله يعملوا مباريات قويه جدا مع المواجهات المرتقبه. استنوني وشوفوا حلقه تانية وحلقه المنتخب السعودي المشارك للمره السادسه في كأس العالم.